السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. فيديو النهاردة آه يعني حاجة سبق واتكلمنا فيها قبل كده، ان موضوع حمدي والاعلانات اللي هو بيعلن عنها، يعني اللي هي المزايدات او الابليكيشن، البرنامج اللي بيطلع تقول تتوقع فيه مين اللي كسب مين اللي ما كسبش. لو انت توقعك صح هتاخد فلوس، لو توقعك غلط مش هتاخد. فطبعا احنا اتكلمنا في الحاجة زي كده، وقلنا ان الموضوع ده مش حلو في حق حمدي، لان ده يعتبر قمار، او يعتبر ان انت بتعلن وبتحس الناس على انك انت يلا اقعد في البيت وما تشتغلش و... وتوقع مين هينجح من الفريقين. الفريق ده كسب، لا الفريق ده ما كسبش، وفي الاخر هتاخد فلوس. واحنا عارفين ان البرامج دي نفسها قصير، يعني هي بس تشد الناس وتديلهم فلوس اول مرة، ده لو اديت لهم يعني، واكيد مش هيبقى مبلغ، ولكن اكيد في استفادة، يعني اكيد ما فيش موقع يدي فلوس كده ويفرق فلوس ما كانش حد غلب. تمام. وسبق والمتابعين كلهم يعني في متابعين كتير قوي قوي استاءت من حمدي، وانت ازاي تعمل كده وحرام عليك وقنوات نقد طلعت قالت انت إيه اللي ناقصك، يعني ايه اللي ناقصك انك انت يعني ما شاء الله قناتك مليونية 8 مليون، ومش الاعلان ده هو اللي هيعمل يعني الفرق. ليه ومش ليه، وحرام عليك ومش حرام عليك، والفلوس ومش الفلوس، إلى أن جاء جبس مصر. جبس مصر طبعا احنا بقالنا فترة، يعني كان طالع بستوري كده، المفروض النهاردة أو امبارح بالليل، بيشكر الناس على الناس اللي دعت له. طبعا احنا وصل لنا موضوع أخوه إسلام، الله أعلم ده حقيقي ولا مش حقيقي، ولكن أنا ما بشككش، ولكن الله أعلم الله أعلم الله أعلم هل فعلا ده زي الناس، ما ناس كتير قوي شاكة فيه، وبتقول له انت بتعمل ترند يا جبس، وانت مش عارف ايه، وانت بتقول كلام مش صح، وانت واحنا مش عارفين الحق فين. ليه الناس بتقول لجبس مصر انك انت عملت الموضوع دوت كان اكيد ترند، زي الموضوع اللي كان عامله مع أصالة، ان هو اتجوزها والبنت اصلا كان اسمها مي، وكانوا عاملين ان هو اتجوز على مسلم، وقال ام مسلم دخلت لقيته قاعد معاها وقال لها اتجوزتها من وشك ومش من وشك، واحنا كلنا كنا عارفين ان هو ترند، كلنا كنا عارفين ان هو كذب، ولكن هو كان مستمر. ولما لقى ان البنت طلعت وكشفتهم وقالت وطلعت بقى المكالمات اللي بينها وبين هبة مسلم وبصوا ومش بصوا، راح قال يا جماعة انا عملت ده من باب التوعية، ان انا بوعي الشباب، بوعي الناس المتجوزة ما تعملوش كده، ما تخلوش كده، وانا وسيلتي ايه، انا محتوايا تمثيل ومش محتوايا، ويظبط الدنيا. فبالتالي الناس مش قابلة موضوع اخوه اسلام لأسباب كتير. يعني أنا واحدة من الناس شفته في العيد مطلع والدته معاه، والدته مش لابسة أسود، لابسة جلابية قطيفة جميلة كده لونها موف وطرحة موف، والله أكبر ما شاء الله، ربنا يديها الصحة يا رب. خدودها جميلة، وشها جميل، ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم ما قر ولا أي حاجة. ولكن آه الواحد يعني حاجة زي كده يعني تخليك انت تقف مع نفسك كده تقول الله، طب ده لو في حالة وفاة في حد يبقى بعيد عننا، يعني بعيد الشر، ان حد من عياله جراله حاجة وتبقي قاعدة عادي كده. هو بيقول مش ترند، وام مسلم راحت عاملة فيديو وقالت ممكن يكون نص ونص، 50% و50% عايش و50% ميت. فالمهم هو طلع بستوري غريب جدا، بيقول يا جماعة انا عملت ترند في موضوع أصالة، وان انا عملت ان انا كأني متجوزها وجالي فلوس كتير جدا جدا جدا، بس انا اتعلمت من الدروس، اتعلمت من الدرس ده ان انا ما اعملش كده تاني، ان انا اقتنع باللي انا عامله، ان انا ما احاولش ان انا اشوف حاجة تانية، ما احاولش ابص لحاجة مش بتاعتي، احاول اعمل اللي عليا ومش هحاول اعمل اللي عليا، والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. وراح جايب سيرة المزايدات والاعلانات اللي بيعملها حمدي، ولكن لم يذكر اسم حمدي، بس قال
ان الفلوس حرام، بيخش لي فلوس حرام. بعمل الاعلان ب 3000 جنيه باين ولا ايه، لازم احطه على فيديو من فيديوهاتي. وبعد كده قال ب 35 الف جنيه 5 فيديوهات وانزلها وده قمار يا جماعة. اللي هو البرنامج اللي انت تخش وتقول وتتوقع مين ينجح من الماتشات ومين ما ينجحش ومين مش عارف ايه والكلام ده كله. فاللي هو انا مش بقول لكم بينظر على حمدي، لا طبعا، اكيد مش قصده، اكيد مش قصده، اكيد يعني هو اكيد كلامه مش هيأثر في متابعين حمدي يعني. ولكن كده هي بانت قوي ان يعني احنا مش حابين لحمدي ان الحاجة دي يبقى ليه فلوس من يعني من مصدر مش حلو. الناس كلها بتقول ده مش حلو، ده فلوس مش حلوة. جبس مصر وضح المكسب اللي بيجي، وقال حد بيتصل وانا بعمل له 5 استوريهات او 5 فيديوهات وببعتها له وهو يبعت لي الفلوس، الفيديو ب 3000. وبعد كده راح قال لا خمسة، قال يعني الموضوع باين 35 ألف كلهم، الله أعلم. ولكن احنا أي حاجة يبقى فيها شبهة يبقى من الافضل انها ما تتمش وما تتعملش، علشان في الاخر ما يبقاش احنا عملنا حاجة حرام. ربنا يبعد عننا الحرام، والله اعلم حمدي حاسبها ازاي. فربنا يصلح الحال، امين يا رب العالمين، ويكرمنا جميعا بالرزق الحلال يا رب. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله ربنا يكرمكم جميعا واشوفكم على خير. يلا سلام عليكم.